السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض عيش السن او عيش النخالة او عيش الردة، عيش خاص بمرضى السكر والتخسيس. وقبل ما نبتدي ارجو منكم عمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة ليصلكم مني كل جديد ان شاء الله. ويلا نسمي الله ونبدأ بالمقادير. انا هنا عندي ربع كيلو من الردة، وكمان عندي نص كيلو من الدقيق. عندي كمان 7 جرام من السكر أو معلقة كبيرة. عندي 10 جرام من الخميرة الفورية أو كيس خميرة فورية. عندي 5 جرام من محسن الخبز. لو مش متوفر عندك مفيش مشكلة. عندي كمان 800 جرام من المية، مش هستخدمهم كلهم، هقولك بعد العجن هنستخدم قد ايه منهم. في بولة كبيرة هضيف الدقيق والردة والسكر والخميرة ومحسن الخبز مع بعض، وأضيف لهم المية بالتدريج وأعجنهم كويس لحد ما أحصل على عجينة بتلزق. وده قوام العجينة اللي عايزين نوصله، تكون بتلزق بالشكل ده. دلوقتي بقى هغطي العجينة واسيبها لحد ما ترفع. انا ما استخدمتش هنا ال 800 جرام مية كلهم، انا استخدمت بس 670 جرام مية. وبعد ما العجينة ما خمرت بالشكل ده هبتدي دلوقتي اني اقطعها واقسطها لقطع صغيرة. كل رغيف هيكون في حدود 48 جرام او 50 جرام بالشكل ده. مش هقطع الكمية كلها مرة واحدة، انا هقطع بس 6 او 8 ارغفة، لما يخلصوا اقطع غيرهم وهكذا. وبعد ما العيش ما رفع معايا بالشكل ده هفرد كل الأرغفة اللي موجودة عندي زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي هبتدي في تسوية العيش. هحط صاجة على عين البوتاجاز تسخن بالشكل ده، وعندي كمان الفرن برضو سخن والشواية شغالة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. دلوقتي هحط الرغيف على الصاجة، ولما الاحظ ظهور فقاعات على الرغيف هشيل الصاجة واحطها تحت الشواية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هيبتدي العيش يرفع زي ما انتوا شايفين. طبعا لو انتي هتعمليه طري هتطلعيه بالشكل ده، بس انا عشان عايزاه ناشف فسيبه شوية تحت الشواية لحد ما يتحمص وبعدين اطلعه. وبنفس الطريقة دي هجيب واحد تاني واحطه على الصاجة، ولما الجوانب بتاعته ترفع هبتدي ان انا اشيله احطه تحت الشواية مرة تانية. هيبتدي ان هو يرفع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد ما يرفع معايا بالشكل ده ابتدي ان انا انزله من على الصاجة واسيبه يتحمص. واخد واحد تاني برضو احطه على عين البوتاجاز. اول ما يبتدي يرفع من الجوانب هشيله برضو احطه تحت الشواية واسيبه برضو لحد ما يرفع، وهكذا زي ما انتوا شايفين كده. كل كمية العيش دي انا سايباها تتحمص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. ودي كل كمية العيش بعد ما خلصت التسوية بتاعتها. عددهم 26 رغيف. السعرات الحرارية في كل رغيف منهم حوالي 90 سعر حراري. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليصلكم كل جديد مني ان شاء الله، واشوفكم فيديوهات تانية باذن الله في كي كيتشن.